عندنا النهارده نوع مساله مهم جدا لازم نفهمه لانه بيجي كتير جدا في الامتحان. النوع ده المسائل دي من النوع ده من المسائل زي ما انتم شايفين يقول لك 25x سكوير ماينس تي اكس بلس 4 بتساوي براكت 5x ماينس 2 في ax بلس b. بنعمل ايه؟ هنكتب تاني الايكويشن اهو 25x سكوير مكتوبه بره في حته بيضاء واضحه عشان تبقى باينه قدامي، واعمل مالتبلاي للبراكت 5x في ax 5ax سكوير 5x في b 5bx دايما خلي الاكس في الاخر، وبعدين ماينس 2ax وبعدين ماينس 2ab ماينس 2b. حلو. هنعمل بقى حاجه هنا بقى دلوقتي خلاص الايكويشن قدامنا واضحه. هنعمل حاجه اسمها ماتشنج كوفيشنت. ماتشنج كوفيشنت ايه بقى الماتشنج؟ هناخد اللي جنب الاكس سكوير جنب الاكس سكوير هناك بيساوي اللي جنب الاكس سكوير هنا، يعني 25 تساوي 5a يبقى الايه ب 5 وبعدين الماينس 2b هي ال 4 اهو بعملها لك تاني اهو كل حاجه جنب حاجه زي بعض يبقى الماينس 2b بتساوي 4 يبقى البي بتساوي ماينس 2. اخر حاجه بقى ال 5bx هي الماينس 2a هي الناحيه الثانيه ماينس تي، باخد اللي جنب الاكس هنا زي اللي جنب الاكس هنا. هبتدي بقى اعمل سبستيوشن تبقى 5. احنا قلنا البي بماينس 2 والاي ب 5 ده بيساوي ماينس تي. خد بالك ده من غير كالكوليتر ماينس 10 ماينس 2 في ماينس 10 بتساوي ماينس تي. ماينس 10 ماينس 10 بماينس 20 مش ماينس 100 بتساوي ماينس تي. يبقى التي بكام؟ 20. تبقى الاجابه بتاعت السؤال ده سي. سؤال سهل جدا ولطيف وحله ظريف وانت فهمته، لو جه حاجه زيه هتعرف تحلها بعد كده. وبكده فهمنا ماتشنج كوفيشنت. شكرا ليكم.